بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين إلى يوم الدين. النهاردة معانا عملات تذكارية فئة الخمس قروش كانت 77، وفئة العشر قروش زي ما حضراتكم شايفين 76. لكن احنا النهاردة جايين نتكلم عن عملة معينة. طبعا دي برضو عملة تذكارية الرئيس الراحل محمد أنور السادات. طبعا استفقت بعد حرب أكتوبر سنة 80. طبعا احنا جايين نتكلم عن عملة معينة، واللي هي الخمسة مليمات، اللي هي 73، اللي هي جايبة النهاردة حوالي 40,000 جنيه. طبعا الخمسة مليمة يا جماعة مش موجود منها إلا مع ناس قليلة جدا جدا جدا، مش موجودة خالص. يعني السقف بتاعها كان يكاد إن هو بمئات، يعني ما موصلش آلافات يعني، أو آلافات يعني. لكن طبعا مش موجودة مع حد خالص، اللي هي 73. طبعا اللي موجود في السوق كله حضراتكم شايفين، اللي هو 72 بالنسبة للعشر قروش، والخمس قروش برضو 72. لكن اللي مطلوبة اللي هي 73. طبعا الأماكن بيع العملات دي يا جماعة في شارع خالد بن الوليد باسكندرية، وبسوق الجمعة، وفي منطقة المنشية. طبعا كل ده في اسكندرية ومحطة الرمل. طبعا وفي هنا في جميع المحافظات. بالنسبة لمحافظة الغربية في طنطا، وفي المحلة الكبرى إن شاء الله. طبعا في دمياط في سوق الحمام، وفي أسيوط، وطبعا وجه قبلي كله إن شاء الله بتلاقوا الحاجات دي موجودة. وأخص حاجة أكتر حاجة في اسكندرية بالنسبة للعملات دي، وفي القاهرة في شارع عبد الخالق ثروت وسط البلد، وعند سينما ديانة والمنطقة دي كلها، وشارع شريف، كل المنطقة دي فيها، ومنطقة الحسين طبعا زي ما عارفين، ومنطقة الغورية، وكل المناطق دي فيها العملات اللي هي تقدر تبيع وتشتري فيها. طبعا برضو هنا معانا 5,067,000 الجمهورية العربية المتحدة. احنا اتفقنا ان قبل سنة 70 الجمهورية العربية المتحدة، بعد سنة 70 اللي هي جمهورية مصر العربية. هنا طبعا الصقر، وطبعا الناحية التانية هنا النسر، عشان بعد سنة 70. طبعا ما تنسوناش باللايك الجميل بتاع حضراتكم، وفضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة عشان يصلكم كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.